السلام عليكم. اليوم غادي نتطرق أسباب رفض الفيزا إسبانيا. غادي نعرف الحلول. خليكم معايا حتى أخير باش تعرف كتر. أو ما تنساوش ديروا واحد المتابعة وإعجاب واحد التعليق باش تشجعوني نزيد فيديوهات بحال هادو. نبداو أشهر الأخطاء الشائعة لرفض إسبانيا فيزا شنغن الإسبانية وكيف تتجنبها. واحد، ملف ناقص أو وثائق غير واضحة. الخطأ: نسيان كشف الحساب، حجز الفندق، التأمين أو نسخ غير واضحة. التجنب: راجع اللائحة الرسمية للسفارة أو مركز التأشيرات وطبع كل شيء بوضوح مع نسخ إضافية. اثنان، كشف حساب بنكي ضعيف أو غير مقنع. الخطأ: رصيد منخفض جدا، تحويلات كبيرة مفاجئة قبل الموعد، أو حركة حساب غير مستقرة. التجنب: قدم كشف آخر 3 إلى 6 أشهر بحركة طبيعية ورصيد كاف يغطي الرحلة. 3، عدم إثبات سبب الرجوع للمغرب. الخطأ: السفارة تشك أنك لن تعود بعد انتهاء الفيزا. التجنب: قدم ما يثبت ارتباطك بالمغرب مثل عمل تابع، تسجيل تجاري، دراسة أملاك أو التزامات عائلية. 4، حجز سفر وفندق غير منطقي. الخطأ: برنامج سفر غير واضح أو حجوزات مشكوك فيها. التجنب: اجعل الرحلة منطقية، دخول وخروج واضح، مدن قابلة للتنفيذ، وفنادق مناسبة للمدة. 5، معلومات متناقضة في الاستمارة. الخطأ: تقول موظف وفي الأوراق مكتوب عاطل، أو تواريخ مختلفة. التجنب: راجع كل معلومة قبل الإرسال ويجب أن تتطابق مع الوثائق. 6، تأمين سفر غير مطابق. الخطأ: تأمين لا يغطي منطقة شنغن أو مبلغ التغطية غير كاف. التجنب: استخدم تأمين معتمد يغطي دول شنغن كامل الرحلة. 7، الشك في مصدر الأموال. الخطأ: أموال دخلت الحساب دون تفسير. التجنب: إذا لديك تحويلات كبيرة أرفق ما يثبت مصدرها، راتب، بيع، دعم عائلي موثق. 8، تاريخ سفر سابق سيء. والخطأ: تجاوز مدة إقامة سابقا أو مخالفة فيزا سابقة. التجنب: كن صريحا وقدم شرحا إن وجد سبب سابق. 9، طلب مدة طويلة بدون مبرر. الخطأ: طلب شهرين بينما الإجازة أسبوع فقط. التجنب: اطلب مدة منطقية حسب برنامج السفر الحقيقي. 10، تقديم ملف مرتبك وغير منظم. الخطأ: أوراق عشوائية تجعل التقييم أصعب. التجنب: رتب الملف حسب الأقسام: هوية، عمل، بنك، سفر، إقامة، تأمين. نصائح قوية للمغاربة خصوصا ترجمة الوثائق المهمة إذا لزم الأمر: إثبات دخل شهري ثابت، رسالة تغطية تشرح هدف الرحلة باختصار، لا تستخدم حجوزات مزيفة أبدا، قدم قبل السفر بشهرين تقريبا. أهم سببين للرفض غالبا عدم اقتناعهم بالرجوع، عدم اقتناعهم بالقدرة المالية.